السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وبصوا بقى، جينا لليوم المنتظر، يوم السفر، وبيبقى من أصعب الأيام على أي حد صراحة. يوم بيبقى رخم كده من أوله وإحساسه وحش. المهم بقى، بدأت يومي بإن أنا صحيت بدري وقلت أعمل غدا بدري عشان خاطر السفر يعني. فأنا كنت قايلة من بالليل عشان هي ماشية هعمل لها محشي وكده. فطبعا قطعت بصل كتير وعملت طماطم ضربتها عليهم، بعد نزلت عليهم بالبهارات، كمون وشوية فلفل اسود وملح، والخلطة اللي انا بعملها اللي هي كزبرة على الشطة على الكمون. وحطيت الطماطم تتسبك على النار، والحلة التانية حطيت فيها مية عشان اسلق الكرنب معايا. طبعا قلت خلاص لازم اختمها بمحشي، لان انتوا عارفين هي بتحب المحشي. فقلت لازم اعمل لها انواع المحشي، واعمل كمان كان نفسها في بامية وما لحقتش اعملها، قلت لا والله انا اعملها لها النهارده قبل ما تروح. فزي ما انتوا شايفين بقطع معايا الكرنبة كده، بحاول افصصها كل ورقة لوحدها، وبخلي القلب كده شوية، المهم ايه يدخل في الحلة يعني. الحلة بحط فيها شوية كمون وشوية ملح. الكمون ده حلو قوي يا جماعة، حتى لو عندك حصى بيبقى احلى، بس انا للاسف ما عنديش. بيشيل اي ريحة وحشة من الكرنب وبيريح المعدة كمان. بحطه ما بياخدش وقت كتير في السلق يعني. الكرنب بحط ما بتاخدش دقيقة على النار، وبقلبها الناحية التانية زي ما انتوا شايفين. وببتدي اسحب ورقة ورقة من الورق ده اللي تستوي الاول في الاول يعني. بصوا معايا، باخد ورقة ورقة اللي بحس انها استوت او يعني دخلت في السوا بطلعها. ورق الكرنب ما تسلقوش جامد عشان ما يتهريش منك. اول ما تحسي ان يدوب الورقة بدأت تطري معاكي سنة، طلعيها. بص انا طلعت القلب كامل او المجموعة كلها اللي باقية عشان خاطر ما يتهريش مني. وبجيب بعد كده بقى 3 4 ورقات مع بعض، بنزل بالاول بالناحية اللي تحت اللي هي ناحية الراس ديت اللي بتبقى جامدة، وبعدين بقلب الورق. ايدي طبعا في التسبيكة الناحية التانية بتاعت المحشي او الصلصة، وبحاول اسقط كده ايه ورق الكرنب معايا واحدة واحدة عشان ما يتهريش. بصوا بقى، اللي انا حاطاه على الصينية دوت لازم ان انا افرده، لانه بيبقى طالع سخن على بعضه، فلو سبته بيتهري. لو سبته فوق بعضه كده فترة طويلة بيتهري مني، او ممكن السخونية بتاعته تسويه جامد. فانا بفرده ورقة ورقة، بفرده ورقة ورقة عشان ايه ما يطريش معايا. طلعت المجموعة التانية اهي، مجموعتي بس طلعت شوية الورق التانيين، وبرضو هبتدي افردهم. هنا بقطع الورق، بجيب الحتة اللي فوق ديت بقطعها، وببتدي اقطع اللي بعد كده. هنا في الحلة دي على النار هعمل البامية. حطيت شوية زيت وبقطع عليهم بصلة حلوة متوسطة كده، وهسيبها لما تدبل شوية، وبعدين بنزل عليها باللحمة. كان معايا تقريبا كيلو لحمة هنا. هي عموما البامية بتحب اللحمة شوية يكون فيها نسبة دهنة او دهون، يعني اللي هي بنسميها احنا ملبسة. بس ده كان كله الكيلو كله احمر يعني. هاني لما راح السوق جابولي كله احمر. ينفع كده يا ابو علي؟ معلش بقى. ها، رايح تجيب لي اللحمة حمرا خالص، ما انت عارف انها للبامية. بصوا حمرا حمرا يعني ما فيهاش. المهم عملتها وخلاص. هي دي بالنسبة للولاد جميلة طبعا بيحبوها. حطيت هنا شوية فلفل اسود، وحطيت الطماطم، وهسيبها بقى تتسبك على نار هادية عشان اللحمة تستوي. اهدى نار عشان اللحمة تستوي، ما افضلش ازود فيها في مية. حطيت حلة على النار برضو كالعادة، وهعمل بقى الفراخ، لان انا عندي الفراخ دي اساسية. اساسي لان في ناس ما بتحبش اللحمة، واساسي كمان لان انا عايزة شوربة. فما عنديش شوربة انا متفرزة، فقلت انزل بالفراخ كده في الحلة. وعشان تطلعي من الفراخ احلى شوربة، اديها صدمة الاول يعني ما تحطهاش في مية على طول. حطيها كده على شوية زيت او حتة زبدة، وحمريها الاول، بعدين انزلي عليها بمية سخنة. وحتى طعم الفراخ يا جماعة بيبقى جميل. اه بالطريقة دي بيبقى طعمها حلو قوي على فكرة.
حطيت عليها حبهان وورق لورا، وبقطع بصلة كده متوسطة برضو حلوة. حابة تزودي البصل برضو براحتك، شوية فلفل اسود وانا بقلب كده. سنة كمون يا جماعة، انا ما بكترش كمون، والملح بحطه من البداية لان الفراخ عادي تحط لها الملح. برضو ربع معلقة جنزبيل، وربع معلقة قرفة. حابة تحطيهم براحتك، مش حابة بلاش. بس مصدقيني طعمهم حلو قوي، وبيخلوا طعم الشوربة حلو، ما بيغيروش الطعم يعني. مع طماطمايه طماطميتين، وبسيبها بقى تاخد وتدي شوية مع بعضها قبل ما بحط المية. بصوا الفراخ بقى بيبقى طعمها لذيذ، وبتنزل المية بتاعتها بتبقى حلوة بطريقة مش معقولة. بزود مية كتير طبعا لان انا عندي محشي، فعايزة بقى شوية شوربة حلوين. بصوا ما شاء الله الفراخ بتستوي بسرعة يعني. طبعا هي مش في لحظة قفل الغطا كده لأ، بس يعني برضو الفراخ البيضة دي بتستوي بسرعة معانا كده. وادي يعتبر اول حاجة خلصت معايا اللي هي الفراخ. وكده ايه ربنا كرمني والشوربة بقت جاهزة. ادي هنا الصلصة. بص بوريكم ان انا قورت الكوسة والبتنجان، بس ما صورتش معاكم. بحط شوية شطة حلوين بقى كده للمحشي. وهنا غسلت الرز وبنزله. وزي ما عودتكم الصلصة او التسبيكة بتاعت الرز بتاعت المحشي لازم اقلبها شوية حلوين على النار. بحط الرز على الصلصة وافضل اقلب لما احس ان المية بتاعتهم نشفت. واظبط الحدق بتاع المحشي قبل ما احشيه. اظبط الحدق يعني ايه؟ يعني يبقى حادق سنة. بحط شوية كزبرة على شطة على كمون على ملح. ده انا بضربهم في الخلاط مع بعض، ودول بخليهم للمحشي. بيبقى طعمها جميل. طفيت بنزل بالخضار، يعني بحط الخضار بعد ما بطفي عشان يبقى لونه اخضر زي ما انتوا شايفين كده، ولسه بيبقى محتفظ بريحته وطعمه يبقى حلو. بصوا طبعا خلاص موسم البامية خلص، فانا عندي بامية متفرزة. اللحمة هنا خلاص دخلت في السوا، استوت مش قوي يعني، خلاص 3/4 سوا كده. بنزل بالبامية، بقطع الصوابع او العنقود بتاع الكرنب وافرشه تحت، عشان لو لا قدر الله شاط مني يعني ابقى انا ايه في السليم. وعلى فكرة بيبقى طعمه حلو قوي. انا قبل كده ما كنتش بحبه وما كنتش بحب احطه، بس لما جربته طعمه تحفة، بيدي طعم حلو قوي للمحشي. وببتدي ارص زي ما انتوا شايفين رصة عكس التانية، ما بحطوش كله نفس الرصة. لما باجي انزله بيطلع معايا مفرود وما بيتعجنش في بعضه، يعني رصة يمين رصة شمال. طبعا باينة معاكم هنا. ربنا يبارك له ابو علي. انا بوريكم طبعا يا جماعة طريقة دق الهون. دق التوم مش دق الهون. طريقة دق التوم في الهون. ايوه شايفين برضه عشان تعرفوا ان انا مخلص وبساعد يا بيساعد جماعة. والله، ربنا يبارك له. بوريكم يا بقى اهو. سلام، طباخ طباخ. فصين توم بقى اهو. انا اللي دقيت اهو. توريني ابو علي. فصين توم وعليهم قرنين فلفل وشوية ملح، وبدقهم كويس وبحطهم على البامية. ده بيوديك في حتة تاني. ده اساس البامية، يعني البامية من غير التكة دي مش هتتاكل. ويا سلام لو قرن الفلفل بقى زي ما شفتوا شطة كده حراق، يا سلام. بسيبها تغلي شوية، لازم اسيب مغطي عليهم واسيبهم يغلوا شوية، وبعدين بزود المية بقى. بص ابو علي شايفني عمالة اجري في المطبخ، فيعني ايه رايح جاي واقف حواليا صراحة. طب عايزة حاجة اعمل حاجة، لان الوقت انتوا عارفين يوم السفر ده بيبقى لخبطة جامد، ولازم ناخد بالنا من الساعة، لان ممكن لا قدر الله. انا عملت فيها العملة دي قبل كده، الطيارة راحت عليهم ورجعوا البيت تاني بسبب التأخير زي كده، فلازم الواحد ياخد باله. فكنت بحاول بسرعة قوي انجز في الوقت، عشان كان لازم نطلع من البيت بدري يعني. زي ما انتوا شايفين خلصت حلة الكرنب، وبدأت احشي الكوسة والبتنجان معايا. شفتوا السرعة؟ لا الفيديو مش متسرع، ده سرعتي انا. تقولش استاذة؟ لا بسم والله ده الله ما انا. شاء الله يا جماعة الفيديو متسرع. لا والله. كده يا ابو علي. بحط بقى المية بتاعت المحشي. طبعا اخر رصة في المحشي بتبقى باينة، يعني بصوا بتهزيه كده لان المحشي بينزل تحت. المحشي المية بتنزل تحت، وبصوا اخر رصة بتبقى باينة زي ما انتوا شايفين كده، ما بغطيهوش. ده مش رز يا جماعة، المحشي لازم يبقى اخر رصة كده باينة. وهنا حطيت بقى المحشي على العين العالية، وبعلي عليه شوية نص ساعة كده، وبقى ايه بوطي واسيبه بقى يستوي براحته.
ونفس النظام عملت حلة كوسة وبتنجان وفلفل ميكس كده على بعضه. طبعا انا مكتره الاكل لان احنا في البيت كلنا، ومعانا طبعا ابو كريم والولاد واخت جوزي جت كمان، وايه كلنا اتجمعنا يعني. فادي المحشي كده استوى يعني، هدي شويه، حطيته على الحله التانية وحطيت الحله دي وبدات احمر في الفراخ زي ما انتوا شايفين. شوف انا بعمل رصه من الفراخ متحمره جامد، والرصه التانية ايه يعني، ها، لان في ناس بتحب الفراخ ناشفه قوي وناس بتحبها تبقى شويه طريه. فدي اهي بصوا حمرتها جامد. ومش عارفة انا هنا افتكرت، شوف اخر وقت افتكرت ان انا عملت البامية وما عملتش رز، تخيلوا. فاضطريت ان انا بسرعة، بصوا عملته حلة بسرعة صغيرة عشان خاطر ايه، ان طبعا البامية هياكلوها بايه، طبعا ايوه انا فاهمة بعيش، بس في ناس ما بتحبش تاكلها الا برز. فبقيت بجري بقى عايزة اعمل شوية رز ولحقت الحمد لله، ربنا كرمني يعني. فادي بقى محشي، بصوا المحشي عامل ازاي بالصوص بتاعه اللي تحت ده. لا حاجة بسم الله ما شاء مش الله. قادرة اقول لكم الاكل كان طعمه حلو حلاوة يا جدعان. شايفين بقى يا جماعة، اه كله بياخد في صحنه اللي هنا. كله بيجري. بصوا كنا كلنا بنجري في البيت عشان خاطر ايه، نلحق بس الوقت قبل ما ايه ميعاد المشي يجي. طبعا قبل ما تغرفي محشي الكرنب، رجيه الرجه اللي انا رجيتها دي، او هزيه هزه جامده كده، هيتنكت من بعضه فينزل معاكي بسرعه. شايفين ما شاء الله. اه شوفي ما شاء الله قلبته بره. ادي بقى ايه محشي الكرنب. لا تسلم ايدك يا ام علي، ربنا حاجة يبارك لك يا ابو جميلة بسم علي. الله ما شاء الله. والشوربة. ادي بقى الباميه. انا متهيألي اكتر حاجه عجبتهم واكتر حاجه اكلوها الباميه، عجبتهم ألف هنا وعافية يا رب عليهم. وكده بدأنا بقى ايه كل واحد بيساعد بحاجة، اللي بيقدر على حاجة بيعملها. بدأت ايه احط الفراخ، طبعا البامية فيها لحمة، في عندي ناس بتحب اللحمة وناس بتحب الفراخ، فيعني ايه ظبطت كده اللي عايز حاجة ياخدها. شايفين و... ما شاء الله بقى منظر السفرة، حاجة بسم الله ما شاء الله. ودي كانت سفرتنا بقى لآخر يعني يوم لشيخة معانا في مصر طبعا. وكده خلاص بقى وجع القلب ابتدى. طلعنا من البيت طبعا، خلصنا أكله في ثواني، لبسنا وطلعنا بقى على الطريق الصحراوي. مش قادرة اقول لكم الواحد ماشي. اه طبعا يا جماعة، بيبقى الوداع بيبقى دائما صعب. هو بيبقى اصعب يوم وارخم يوم، ومش قادرة اقول لكم يوم بيبقى يعني كئيب صراحة. يعني يا جماعة انا يعني لو اقول لكم الوضع اللي حاليا في العربية واحنا ماشيين، عياط بقى وهي ما فيش حد بتسلم. بيكلم حد. وهي يعني بتسلم بص، على الولاد ما صراحة في حدش البيت. عايز يكلم التاني غير قبل كده. كنا قبل كده بنضحك ونهرج ويعني كانت، لكن طبعا في اليوم ده ما حدش بيكلم حد. طبعا احنا بنوريكم يا جماعة كده واحنا رايحين على المطار. زي ما قلت لكم بيبقى اصعب يوم، اليوم اللي بتروح تستقبل فيه حد مسافر، حد جاي، بيبقى يوم من اجمل الايام. طب تعالى بقى وروح ودعه او روح روحه او خليه يمشي طبعا دي أسوأ صالة بالنسبة لي، صلاة صالة السفر. السفر. انا ابو علي بيكرهها الصلاة اه دي. والله. كل ما يجي هنا يقول انا بكرهها الصلاة دي. مش عارفة ليه يعني، ما انت كنت بتوجع قلب ناس زي كده يا ابو علي وانت مسافر. فعلا والله. فهنا بقى وقفنا تحت بعد ما هي كده نزلت، وقفنا شوية نستنى نطمن انها الشنط تمام يعني، والميزان عدت، طمنا عليها بس انها عدت وختمت الجوازات. فدي طبعا يا جماعة بتبقى من اللحظات الصعبة، بس الحمد لله ربنا يجمعنا على خير. أنا بحب أقول يا جماعة طبعا، عش يا بني آدم كعابر سبيل، واترك وراءك كل عمل جميل، فما أنت على الدنيا إلا ضيف،
وما على الضيف إلا الرحيل. طبعا يا جماعة، يعني أنا الكلمات دي فعلا إن الضيف بيرحل، لكن هي أخت شيخة مش ضيفة، ده حبيبة وغالية. ونتمنى طبعا من الله إن الفيديو ينول إعجابكم. الله عليك يا ابو علي، ش... الله عليك يا ابو علي، شاعر. الله عليك يا ابو علي. ايه يا جماعه، انا آه عايشه مع مين هنا يا جماعه؟ حد يجي ينقذني من اللي انا فيه ده. ما والله كلام مظبوط يا جماعة، يعني الواحد بيقول إن عيش يا بني آدم كعابر سبيل، مم. واترك، خلي يعني سيب وراك كل عمل طيب الناس تفتكرك بالخير. الحمد لله. خلي الناس تفتكرك، خلي الناس دائما يعني يجيبوا سيرتك بالحلو والحاجة الجميلة. هو كده المحبة بتفضل. يعني أنا برضو من وجهة نظري بقول: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. اوعى، لا انا خلاص كده ما عدتش هقول أنا حاجه إيه تاني. الكلام الكبير انا ده؟ ما عدتش هقول حاجه تاني يا جماعه، أنا كده خلاص بقى. دخلت معايا يا جماعة في الكلام الكبير. وكده مش هنخلص. ابو علي بقى لما بيفتح اشعار ما بيقفلش. طيب يا جماعة بقى، ونتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ايوه، عشان خاطر البقين الحلوين بتوع ابو علي طبعا. دول. وقول لنا بقى ايه رأيكم في التعليقات. يلا. ها. مع السلامة، لا. ودمتم في حفظ الله. السلام.